السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة بطاطا مشوية على البوتاجاز من غير فرن ولا اي حاجة خالص. اول حاجة كده هنجيب البطاطا ونغسلها طبعا كويس جدا، ويستحسن ان انت تنقعها في مية كده 5 دقايق ولا حاجة، علشان بيبقى فيها طينة، لازم تتغسل كويس اوي. بعد كده بتجيبي حلة وتجيبي ورق زبدة، تحطي كده ورقتين في قعر الحلة بالشكل ده كده، زي بتبطني الحلة كده اهو بالشكل ده. بعد كده بتبتدي ان انت ترصي البطاطا في الحلة. لو في بطاطا كبيرة وبطاطا صغيرة بتحطي الكبيرة هي اللي من تحت والصغيرة على الوش، علشان الكبيرة بتاخد سوا شوية فهتستحمل معانا. بنرصها بقى كويس كده في الحلة. الكمية طبعا زي ما انت عايزة، كيلو 2 كيلو 3 براحتك، بس بتجيبي لها بس حلة مناسبة تاخد الكمية بتاعتك اللي انت هتعمليها. بعد كده بقى هرش عليها كده رشة سكر، واغطي وشها برضو بورق زبدة. وعايزة اقول لكم الاول كنا بنعملها بورق الجورنان، والله كانت بتبقى جميلة جدا، بس طبعا يعني بقى يقولوا بقى غلط عشان ورق الجورنان ده مطبوع وفي كتابة وحبر وكده، فطبعا نستخدم ورق الزبدة أأمن. بحبك قوي. وانا بحبك. بعد كده هغطيها وارش عليها شوية مية كده صغيرين، وارفعها على النار، وهدي عليها النار بقى، ونسيبها بقى براحتها كده، تاخد ساعة بقى، ساعة ونص، نص ساعة، على حسب ما تستوي معايا. هنا كده كانت استوت. بشيل الورقة اللي هي على الوش دي، وهوريكم بقى شكل البطاطا، ما شاء الله تحفة. ما تكتريش بقى مية عشان ايه تستوي بالبخار بتاعها كده وتطلع طعمها حلو. ورشة السكر ديت براحتك، عايزة تحطيها ماشي، مش عايزة بلاش. انا ضفتها كده عشان بس تكرمل كده البطاطا، ولو البطاطا مش مسكرة ولا حاجة بتخليها طعمها حلو. بصوا بقى شكلها ما شاء الله تحفة، حلو قوي قوي، ومن غير فرن ولا اي حاجة. اتمنى الفيديو يعجبكم، وتشجعوني بكومنت حلو، وتشتركوا في قناتي اللي اول مرة يشوفني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.